مساء الخير بقى او صباح الخير على حسب التوقيت اللي هتشوف في الفيديو، مش هتفرق كتير. انا بصراحة تم استفزازي لدرجة ان انا شفت فيديو من شوية. لا احنا شعب صعب. احنا شعب صعب، وشعب بيشغل دماغه على اي حاجة. من كام يوم حي الدقي نزل مكنة البلاستيك، مكنة البلاستيك اللي هي بتعمل يعني بتبدل فيها، تحط البلاستيك تديك فاوتشر او تديك بوينتس او تديك تحولك فلوس على الانستا باي على حسب ان انت بترمي ايه فبيجي لك ايه. المهم بقى مش ده موضوعنا ان نقيب الزبالين اعترض. قال لك طب وانا اكل عيش هيجي منين طالما انت هتاخدوا الكنز وهتاخدوا البلاستيك؟ انا هاكل منين انا والعيال؟ وطايفة الزبالين هتاكل منين؟ المشكلة بقى مش في كده. تمام، غير ان هو قال لك بقى انا لو لقيت طلعت الزبال طلع ياخد زباله ولقى ان مفيش حاجه صلبه في الزباله، لقى بامبرز وكادلز واولوز وحاجات من دي، مش هياخد الزباله ويسيبها. الفكره بقى مش في كده، القلعن في حاجه تانية. احنا قلنا ان الظاهره دي هتقضي على النبيشه والعيال بتاعت الكنزات بتوع اللي بيمشوا يلموا كنزات وبلاستيك من الشوارع. الفكره بقى مش في كده. الفكره ان العيال دي راحت عند مكن البلاستيك وبدأوا يمدوا ايديهم جوه المكنة ويطلعوا البلاستيك اللي الناس حطاه. فجر باين والحاد وكفر على الكلى. انا يعني في كفر على الكلى والله. موضوع غريب. انا طبعا هسيب لكم الفيديو بتاع الواد، واتمنى ان الفيديو ده يوصل لوزارة الداخلية وتجيب الواد ده. يعني ان شاء الله وزارة الداخلية تجيب الواد الزبال ده. بس يعني مهما اتكلم والله انا الموضوع استفزني لدرجة ان انا قمت اسجل فيديو. هسيب لكم الفيديو. لنا الله والله العظيم ثلاثة. بس يا ريت نوصل الولد ده لوزارة الداخلية تجيبه، لأن دي أموال عامة. دي مكن البلد، لحي، للمحافظة. ما يصحش عيل زي ده يجي يمد ايده ويبوظ التكنيك او التكنولوجي او الميثودولوجي او وات ايفر بقى شغاله ازاي بقى بس انا نفسي افهم مد ايده ازاي يطلع البلاستيك كده، ده هتجنن من الموضوع ده. هسيبكم مع الفيديو وشكرا جدا.